بيبقوا اكتر حاجه ممكن توصل الابن او البنت للانتحار، ويقول لك احنا ما عملناش حاجه، احنا بنربيهم احسن تربيه. انتوا فعلا بتربونا احسن تربيه بس طلعونا معقدين. كنت انا في تانية ثانوي وكده، وماما وخالته كانوا عايزين يخطبوني لابن خالتي وجو الحبايب والقرايب ده، وانا عيله اصلا عن 16 سنه ولا افهم اي حاجه. قالوا خلص ثانوي وايه ونجوز. راحوا ساعتها يا عم كتبوا كتابي. كتبوا كتابك؟ عندك 16 سنه كتبوا كتابي يعني لسه مطلعه البطاقه، وحصل مشاكل وقال دي ما تكملش تعليمها، دي تقف لحد كده. عملتي ايه بعد ما كتبوا كتابك؟ عشان انا كل ده ما اعرفش، فاكراها خطوبه اللي هو ايه، تعارف كده، ولو ما حصلش نصيب اسيبه. عرفت ازاي؟ لما جيت اسيبه راح قالوا لي ده كده صباح جوزك وما ينفعش وهو ليه حكم عليكي. طب انا عايزه اكمل تعليمي، انت ما فهمتنيش كده، انت قلت لي ظروف ولو خلاص ما حصلش نصيب سيبيه. ايه اللي جد؟ قالت لي دخل وخرج وانت عارفه الناس هتقول ايه وما اعرفش ايه والحاجات الغريبه دي. قلت لها ايوه يعني اعمل ايه ساعتها؟ قالت لي مالكيش تعليم، خدي الاذن منهم. كلمتهم ساعتها رفضوا، قالوا ملهاش تعليم تاني وملهاش خروج من البيت. وحاولت ان انا اكمل تعليمي بعدها، رحت من وراهم قدمت في معهد المدينه، بقيت بروح الشغل، بروح المعهد الصبح واروح على الشغل بالليل. بعد كده عرفوا من بنت خالتي ان انا بكمل تعليمي وكده. جيت لقيت الملازم كلها متقطعه ومرميه على الارض وهدومي متقطعه، خدت حته علقه يعني في حياتي ما خدتها. بعديها قلت لها اعمل ايه تعمل ايه، انا مش هكمل وانا شايفاه زي اخويا وخلاص يعني. قالوا لي مالكيش طلوع، مالكيش شغل، مالكيش اي حاجه من دي. كلمت جوز اختي مناصف معايا، يعني انا اخواتي الولاد مش قريبين ليا، ما بحسش بوجودهم، ما بحسش ان هم موجودين. كلمت جوز اختي كان اقرب، قلت له انا عايزه انزل الشغل، على الاقل ينزلوني الشغل يعني. كلمهم وكده وقالوا خلاص تنزل الشغل. نزلت الشغل، بنت خالي راحت كلمتهم، راحت قالت لهم ده انا شفت اميره واقفه مع 3 شباب ولابسه يونيفورم ضيق ومفتوح على الصدر، وده كله ما حصلش، هي منادياني من مخزن كنت باكل. حتى المدير قال لهم ده انا مناديها من مخزن. قال انا هبهدل الدنيا وما اعرفش ايه وبيتحكم بطريقه بشعه. قلت لماما ان انا مش، لو انت مش هتخليني اخرج من الموضوع ده هي هنتحر يا هسيب البيت وامشي. جت ساعتها عملوا تنجيد يعني وكده، كنت ساعتها تميت 20 بحوارات مشاكل بالقرف دي. كان ساعتها الانيميا وصلت عندي 6.7 وانا ما اعرفش، انا بقع في الشارع والناس تفوقني وانا ما اعرفش عندي ايه. كلمت واحده صاحبتي كانت ساكنه في اكتوبر وكده، وقلت لها ان انا هاجي اقعد عندك كده. يعني الحمد لله الموضوع خلص وهي بتاع دوت وانطلقت. اتطلقت ازاي؟ مفيش، حاولت الانتحار. وبس دخلت بقى في مستشفى ومحاليل وحاجات زي كده، وقعدت فتره عقبال ما فوق اللي انا ما كنتش قابله ان انا عايزه اكمل في الحياه، يعني انا خلاص مش عايزه اكمل في الحياه حاسه ان كل حاجه وقفت. كل حاجه وقفت. وبعدين قعدت فتره بعد ما انا اتطلقت بتاع 2 سنين كده ان انا مش يعني انا خلاص مش عايزه اكمل في الحياه الحوار ده كام سنه؟ فضلت في الحوار ده لحد 20 سنه، بس لحد دلوقتي كانه امبارح. عارف اللي هو اي حاجه بتحصل بتفتكر فيها اهل او ضغوطات فتفتكر مشكلتك، فاللي هو ايه. عملتيش موف اون لحد دلوقتي؟ لا. 7 سنين. بخاف من اعرف كل ما اقرب لحد ببعد، اقول لحد ده ممكن يأذيني. 7 سنين مش عارفه تعملي موف اون من حوار؟ ممكن اقرب للناس وفجاه يحصل حاجه تلاقيني بعدت من نفسي. مرة الشخص ده بيحبني تلاقيني بعدت، مش عارفه اكمل. ان اللقاء ده ينزل؟ موافقه جدا. اللقاء ده لو نزل ما ينفعش، لو في اي مشكله ان اللقاء ينزل قولي لي. تمام.